وللتعليق ينضم إلينا من تونس العاصمة أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ومعي أيضا من القاهرة المحلل السياسي حسن بديع. مرحبا بكما معي في هذه النشرة. لو أبدأ مع ضيفي من القاهرة أستاذ حسن بديع، كيف تنظرون إلى التجربة التونسية في تجاوز الخلافات وتحقيق الاستقرار في البلاد؟ يعني نحن في القاهرة بشكل عام نتمنى الخير لتونس العربية الشقيقة، ونتمنى الاستقرار لكل قطر عربي على السواء. وبما أن تونس كانت سباقة في مسلسل الثورات العربية، فربما تأخر الدستور الذي توصلوا إليه بعد أكثر من 3 سنوات، لكن المهم أنهم توصلوا إلى دستور نرجو أن يكون بداية لاستقرار وازدهار لتونس الشقيقة العربية، وأن تعود تونس كاملة إلى حضنها العربي والأفريقي، وأن تستفيد من تجارب الشعوب العربية الأخرى وتجربتها الذاتية الخاصة بها، وأن تكون تونس كما عرفناها دائما مجتمعا مفتوحا عربيا أصيلا خالي من شوائب وأخطار التطرف والإرهاب. طيب أستاذ محمد عبو، برأيك لماذا نجحت التجربة التونسية في التوافق وإيجاد مخرج سلمي ديمقراطي وتجنبت ربما حل عسكري أو حلول عنفية أخرى ربما كانت قد تقع فيها البلاد؟ شكرا سيدي. أعتقد أن لدينا ثقافة عربية واحدة، سواء كنا في تونس، في ليبيا، في اليمن، في مصر، مع بعض الاختلافات ربما، وأكيد هناك بعض الاختلافات ولكنها اختلافات طفيفة، ولكن هناك وضع يختلف، مثلا وضع المؤسسة العسكرية أو وضع الإدارة. نعم. بين تونس وليبيا هناك فرق. نعم. ليبيا قدافي حتى ما الإدارة حتى ما عقلية المؤسسات. بالنسبة لمصر منذ سنة 52 والجيش تعود على الحكم، عكس التجربة التونسية لم نشهد تقريبا إلا محاولة واحدة للانقلاب سنة 62 ولها ملابساتها. غير ذلك الجيش لا يتدخل اطلاقا في السياسه ولم يتعود على ذلك ولا يطمح في ذلك اطلاقا، وبالتالي هذا كان اعطانا دفعه لبناء ديمقراطيه حقيقيه دون تخوف من الانقلاب عليها. طبعا هناك من دفع في هذا الاتجاه ولكنهم قله في نهايه الامر، يعبرون عن عقليه موجوده في العالم العربي كما تلك التي وجدت في مصر لسوء الحظ. ولكن المهم ان ليس لدينا مؤسسه عسكريه انقلابيه. حتى قوات الامن التي شارك البعض منها في الثوره يوم 14 على الاقل وانضم إلى الثوار هي اليوم تحمي الثورة، وبشكل عام التونسي يميل للاعتدال ويميل للمحافظة على مكاسبه رغم وجود نخبة كما قلت عددها صغير لم ترقى مجهوداتها إلى دفع البلاد حالة الفوضى كما حصل في دول أخرى كشقيقة مصر. لكن هل ترى أن التجربة المصرية ربما تكون مضطرة لها السلطات هناك؟ لا، حسب معلوماتي على مصر ليس هناك حالة اضطرار. هناك نحن كل الدول العربية تعودنا على قرون من الاستبداد. في تصورنا كجزء من التونسيين على الأقل نحن في تيار ديمقراطي نرى أن كان على المصريين، كان على إخوتنا في مصر، ومصر عزيزة علينا جدا، كان عليهم أن يصبروا على مرسي وعلى حكم الأخوان لمدة 4 سنوات، ولا شك كانوا سيسقطون هذا النظام عبر الصناديق وليس بوسائل أخرى أدت بهم إلى عنف وإلى فوضى. ابقى معي أستاذ محمد. أستاذ حسن بديع، استمعت إلى هذا الكلام، كان عليكم أن تصبروا على مرسي وأن تتعاملوا مع الأمور بالحسنى بعيدا عن الجيش بعيدا عن العزل وغير ذلك. هذا ما يقصده ضيفي ربما على حسب ما فهمت أنا على الأقل. هل لك أن ترد على ذلك؟ بالضبط، هذا المقصود. نعم تفضل. رغم أنني اكتفيت بتهنئة الشعب التونسي واعتبرت أن ما حدث هو إنجازا، نعم. وتمنيت لهم الخير والاستقرار والازدهار وأن تكون تونس قوية وفعالة ومؤثرة في محيطها العربي والأفريقي. نعم. رغم كل ذلك إلا أنني أفاجأ بكلام لا يجوز ولا يليق، وكلام يعتبر تدخل فج في الشؤون الداخليه للشعب العربي في مصر. طيب هو عبر عن رايه، نسكت على هذا أن ترد على ذلك. هو عبر عن رأيه. الإخوان يعني يا سيدي الفاضل اترك لي فرصة أن أتكلم يعني. نعم. وأرد على ما قالوا. نعم. يعني لا يجوز. أولا جيشنا العظيم لم يتدخل لإسقاط مرسي، وإنما نعم. كانت هناك ثورة شعبية عظيمة رائدة شارك فيها أكثر من 33 مليون مصري، وما قام به الجيش
هو استجابة لإرادة الشعب المصري، ولم يكن ممكن أن نسكت على الأخطار الهائلة التي كانت تهدد الأمن القومي المصري. طيب أنا عندي لك سؤال صغير أستاذ حسن بديع، سؤال صغير. لماذا نجحت تونس في التوافق والوصول بالبلاد إلى دستور وحكومة سلمية بينما مصر اتخذت المنحى العسكري، منحى العزل بالقوة؟ نحن لم نأخذ المنحى العسكري. نعم. نحن أعطينا فرصة كاملة لكل الأطراف وتركنا الساحة أمام الجميع، وانفرد الإخوان بالسلطة وانفردوا بتحالفات مريبة مع الأمريكان ومع الغرب ومع الناتو، وأضروا الأمن القومي المصري في الصميم، وبدأوا في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير والجديد القائم على تقسيم المنطقة، وواصلوا إجرامهم بحق الشعب وأهدروا كافة القوانين. وكان لابد من ثورة شعبية حقيقية. ليس هناك في مصر حل عسكري، وما حدث في مصر ليس انقلابا. هذا ما تردده الأبواق الصهيونية أنها تقول أن حدث انقلابا. حقيقة الأمر ثورة شعبية عظيمة شارك فيها 33 مليون مواطن مصري، وكان الجيش في النهاية مجرد خادم للشعب ومنفذ لأوامره وسيادته. فكرتك وصلت. سيد محمد، أنت لست من النهضة، لكن هل كانت لديك رغبة في أن يلعب الجيش دورا في إلغاء نتائج الانتخابات وتولي زمام الأمور عن طريق البندقية كما حدث في مصر أو في بلدان أخرى، حتى لا نركز فقط على مصر؟ اطلاقا، لسبب بسيط. لا يمكن ان نستبدل وضعيه سيئه كوضعيه حكم النهضه ببعض اخطائها او بكثير من اخطائها بوضعيه اسوء، وهي وضعيه حكم العسكر في تونس، مما لا شك فيه. العاقلون في تونس لا يمكن ان يذهبوا في هذا الاتجاه. طبعا هناك اختلاف في عدد السنوات، كان عليهم ان يصبروا على كما قلت مرسي 4 سنوات، نحن كان علينا ننتظر النهضه 7 أو 8 أشهر على كل حال، وهذا هو الذي طرح عندما بدأت بعض الإشكاليات وبدأ البعض في تونس يطالبون بإسقاط حكومة النهضة. على كل حال، في نهاية الأمر، بعيد عن كل تدخل لمؤسسات الدولة التي تعمل في حياد، المعارضة والسلطة اتفقوا فيما بينهم على أن يجدوا حلا، ونتمنى لإخوتنا في مصر، وبالمناسبة نحب مصر أكثر ربما كثير من أخوتنا في مصر، الذي توفر في حتى لا نزايد عليهم. تعنينا كثيرا مصر، ولكن نتمنى لهم في أقرب وقت أن يجدوا حلا توافقيا ويخرجون به من هذه الوضعية التي لا يرضاها أي عربي لمصر مهما كان. هذا ليس انقلابا، إنما هي ثورة شعبية شارك فيها الملايين، والجيش إنما استجاب لرغبة الشعب. لا طبعا، بالنسبة لنا لا نؤمن في القانون إلا بوضعية واحدة تسمح بقلب نظام الحكم بالقوة، وهو وضعية حق مقاومة الطغيان ضد مبارك، ضد القذافي، ضد بشار الأسد، ضد بن علي. كان لدينا حق قانوني معين وهو حق الشعب في مقاومة الطغيان. عندما تخرق الدساتير بشكل منهجي، تنتهك حقوق الإنسان، تتواصل لمدة سنوات، لا يمكن إيجاد أي حل قانوني، ساعتها يمكن حتى حمل السلاح ضد من يحكم، هذا متفق عليه. أما غير ذلك، أن تخرج من مسيرات ثم يتدخل الجيش ويخرج الرئيس من القصر ويلقي القبض عليه وينصب رئيسا مدنيا بدعوى أن الحكم في أيدي المدنيين، فهذا لا يمكن تسميته قانونا إلا بالانقلاب ولا معنى له. ومع ذلك كل ما نتمناه أن يذهب إخوتنا في مصر إلى حلول وفقية تؤدي بهم إلى انتخابات حقيقية يشارك فيها الجميع دون أقصاء، وأقصد طبعا دون أقصاء، ما عدا رموز النظام السابق الذين لا حق لهم في تصورنا في أن يشاركوا. وهذا التصور على كل حال يمكن أن يختاره الشعب المصري. في غير ذلك من الحالات ستتواصل معاناة في مصر، وهذا ما لا نرضاه طبعا لمصر. ابقى معي، أريد أن أتحول إلى الأستاذ حسن بديع في القاهرة. أنت في إحدى حواراتك السابقة قلت لي بأن جماعة الإخوان كلهم إرهابيون، حتى الذين ليسوا في مصر هم كذلك، حتى إن اقتربوا من هذا التيار. هل ما زلت على هذا الموقف وأنت تشاهد اليوم تجربة ديمقراطية رائعة حدثت في تونس، وأنت ذكرت تونس تحديدا بأنها يعني كل الإسلاميون تربطهم دائما بالقاعدة، يعني ألم يبرهن الإسلاميون اليوم في تونس على أنهم تنازلوا وكانوا يعني ديمقراطيين ويؤمنون بالحوار؟ يا سيدي الفاضل، أولا لا يوجد في مصر إقصاء لأحد كما قال الأخ التونسي. نعم. وإنما الإقصاء يتم وفق القانون للمجرمين والقتلة والإرهابيون الذين يحملون السلاح ويفجرون القنابل، فهم ليس لهم مكان في العمل السياسي ولا في العمل الوطني ولا في العمل العام. هذه نقطة أساسية لابد من توضيحها. ثانيا، نحن أعطينا الفرصة، ومصر أعطت الفرصة، والشعب المصري أعطى الفرصة كاملة لكل الأطراف السياسية وكل الفرقاء السياسيين أن يلتزموا بقواعد
قواعد العمل السياسي والديمقراطي، لكن البعض منهم شكل الميليشيات ومارس الإرهاب وارتكب الجرائم. ثالثا، لكل بلد ظروفه الخاصة ولكل بلد أوضاعه الخاصة. نحن نتمنى الخير لتونس ونتمنى لها أن ينقذها الله من خطر التطرف والإرهاب الكامن داخل تونس وغيرها، وأرجو أن تتم التجربة التونسية على خير. ولكن ما يحدث في تونس ليس بالضرورة صالحا للتطبيق في مصر أو في لبنان أو في العراق. فكل بلد عربيا له ظروف خاصة. الدستور التونسي يعكس اليوم حالة التوافق بين التونسيين، لكن هل تعتقد أن الدستور المصري يعكس هذه الحالة من التوافق أم أنه زاد من حدة الانقسام بين المصريين؟ أولا، دستور الإخوان لم يكن دستورا توافقيا، وكان دستورا يرسخ للانقسام ولتمزيق مصر ولتقسيم مصر، وكان دستورا خاصا بالعصابات الإرهابية. وعندما انتفض الشعب في ثورته المجيدة وقدم دستورا جديدا شعبيا حقيقيا يعبر عن ال 33 مليون الذين نزلوا في 30 يونيو، ويعبر أيضا عن أكثر من 38% من الناخبين الذين صوتوا بنعم للدستور بنسبة 98%، أي أن الدستور الحالي لمصر هو الدستور التوافقي الحقيقي الذي يعبر عن مجمل الشعب المصري. أما هؤلاء الإخوان الإرهابيون فهم خارج الصف الوطني لأنهم يحملون السلاح. الدستور الحالي هو الدستور الحقيقي الذي يعبر عن أكبر شعب المصري. أنا لا أريد أن أعلق عن هذا الكلام، هو متروك للمشاهدين الكرام، لكن أريد أن أسأل سؤال أخير لضيفي أستاذ محمد عبو. رغم الاختلاف الكبير في المجلس التأسيسي إلا أن الدستور نال أغلبية الأصوات في النهاية، ما السر في ذلك؟ كيف توصلتم إلى هذا التوافق؟ طبعا هناك عقلية التنازل وهناك عقلية اعتدال سبقت فكر معظم الأطراف سواء كانوا على اليمين أو على اليسار. وبالمناسبة المجلس السياسي يمثل كل الأطراف في المجتمع التونسي. عندما نتحدث عن 200 شخص يصوتون من بين 217 على الدستور، فهذا طبعا يعبر عن عقلية وفاقية، ويعبر أيضا على وجود صياغ معينة مقبولة بشكل عام من طرف جل التونسيين، باستثناء طبعا ربما من له افكار متطرفه على اليمين او على اليسار. ربما لا يجد نفسه فيه، ولكن على كل حال هو دستور تحرري وهذا شيء جيد، وفيه طبعا اشاره ايضا للهويه العربيه الاسلاميه والقيم الاسلام، وفي تصوري يتماشى مع العقليه المعتدله للتونسي ولمعظم التونسيين. من تونس محمد عبو، امين عام حزب التيار الديمقراطي، ومن القاهره المحلل السياسي حسن بديع. شكرا جزيلا لكما على المشاركه معي في هذه النشره.